السلام عليكم، معكم نورا من قناه بريستيج نورا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم السوشي. دابا اول حاجه غنبداو بها هي الرز. كيف كتشوفوا انا عندي هنا الرز العادي، يعني ما كنشريش داك ديال السوشي، يعني كنديرها جوج مرات. دابا 3 المرات وانا كنستعملو وكي نفس النتيجه كيخرج لينا. هنا عندي نص كيلو ديال الرز عادي، يعني عادي داك اللي كنشريو، داك المهرس كيف كتشوفوا، ماشي كلاصي، عادي. هذا الرز عادي ابيض. غنحتاجو نص كيلو منه، وغنحتاجو واحد 2 معالق ديال السنيده، ومعلقه صغيره ديال الملحه، وغنحتاجو نص كاس ديال الخل ديال الروز. ها هو كيتباع عند مال الحلويات والعطار، ولاو تيجيبوه، داير شي 17 درهم. ها هو الخل ديال الروز كيف كتشوفوا. دابا غادي ندوزو، غنطيبوا الرز هو الاول، عاد ندوزو للمراحل الاخرى. اول حاجه كنحتاجو ليها هو الماء. غناخدو الماء وغادي نغسلو هذا الرز مزيان تتحيد منه النشا. كيف كتشوفوا نشد الرز، غنبقى نعركو هكا بيديا حتى يتحيد منه داك النشا. غنغسلو شي 3 المرات حتى يحيدو كاع داك الاميدو، ما يبقاش الماء يخرج لينا صافي. عاد ديك الساعه عاد نستعملوه. دابا كيف كتشوفوا ها هو الرز ديالي من بعد ملي غسلته مزيان حتى ولا الماء ولا تيخرج صافي. اش غنديروا؟ غناخذوا الماء، نحاولوا نديروا الماء، يعني الماء خاصو يكون فايت الرز غير بواحد السنتيم. نزيد واحد شويه كيف كتشوفوا. هانتوما السنتيم طالع على الرز. الماء بالنسبه للماء يعني ماشي يعني هي نورمالمون 500 غرام ديال الرز، كنديروا معاها مثلا 550 غرام ديال الماء اولا مليلتر ديال الماء، يعني خاصو يكون سنتيم طالع على الرز صافي. دابا هذا غنديه فوق النار، غادي نجهد عليه في الاول العافيه، غير يغلى غادي نسد عليه. يعني خص ضروري الكسرونه تكون بالغطا ديالها تغلى لينا الطنجره، غنسد عليه وغنحسب 10. كيف كتشوفوا بالنسبه للطياب ديالو غادي نديرو فوق النار. غنجهد في الاول البوطه، غير يغلى لينا الكسرونه غادي نغطيها ونهبط النار، غادي نقصها حتى للحد، وغادي نحسب شي 10 ديال الدقائق حتى ل 12 دقيقه، وما نحلش عليه، نطفي عليه صافي وما نحلش عليه. غنخليه تقريبا شي 12 دقيقه اخرى حتى يرتاح، عاد نحل عليه باش ندير ليه الخليط اللي غنصاوب. بالنسبه لهاد السكر والملحه وداكشي، غادي ناخذ واحد الكسرونه، غندير فيها دوك 2 معالق ديال السنيده، ومعلقه صغيره ديال الملحه، والخل ديال الروز. راه كاين حتى واحد، كاين هذا ديال الروز، وكاين واحد واجد يعني فيه السكر، فيه الملحه، مخلط واجد ناضي كيتباع في كارفور. انا عندي دابا هذا صافي. هادشي هذا غادي نديوه فوق النار، غادي نديوه حتى يذوب السنيده والملحه صافي ونحيدوه. يعني ماشي غنجهدوا عليه، غير النار مهيله غير يذوبوا صافي، ونحطهم على جانب حتى يتقاد لينا الروز يطيب، ومن بعد نخوي عليه. شوفوا ملي خليته 12 دقيقه، ها هو نحيد عليه الغطا. شي كيفاش كيجي، فهمتي؟ انا نوريكم مزيان. نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي، ها كينشف كيشرب داك الماء، يكون طايب وميم طون الحبات مفرقين. دابا غنحاول ننزلو في هاد الطبسيل باش ندير ليه هاد التخليطه اللي ذوبنا فوق الماء ديال الملح والسكر ودخل التفاح، عفوا غنخل الروز. دابا غادي نديرو في هاد الطبسيل، غنحاولوا نهزو، ما نهزوش داكشي اللي لاصق في القاع، ما نهزوش، نهزو غير داكشي اللي فوق. انا نستمر هكا نحطو نزلو في الطبسيل ونرجع لكم. هانتوما كتشوفوا هادشي اللي في القاع رانا ما حيدتوش، كيكون لاصق من نحيدوش. دابا غنحاول ندير ليه هاد الخليط كيف كتشوفوا.
غنخلط هكا باش هذاك الخليط يتشربوا الروز كامل. انا نستمر هكا وغادي نخليه يبرد عاد نبدا نخدم به ونرجع لكم. كيف كتشوفوا باش غنعمروا السوشي عندنا سوريمي ها هو، عندنا سومو ها هو هذوك شرائح ديال السومو، عندنا هنايا الخيار، شويه ديال المايونيز غير شويه ماشي بزاف، ولا شي شويه ديال الجبن كريمي حتى هو تيجي زوين. هنايا لافوكا، وعندنا هنايا كافيار الكحل والكافيار الاحمر والجنجلان بطبيعه الحال، وعندنا الرز اللي صوبنا من خليناه تيبرد ها هو، وورق النوري والحصيره. ضروري مهمه الحصيره في السوشي، يعني لما كانش هذا ما غاديش يعاونك، ما غاديش تقدري تصوبيهم. هذه اللي كتعاون باش تقدر انك تصوبهم. راها مغلفتها بالسلوفان باش ما يلصقش فيها الرز وداكشي. دابا غادي ندوزو للطريقه. دابا كيف كتشوفوا غادي ناخذ ورقه ديال النوري، غادي نقص منها ما نخليهاش هكا كبيره، نقطعها. وهادشي اللي نقصناه ما غاديش نلوحو حتى هو، غادي نديرو به وحيدات. كيف كتشوفوا الجهه الحرشه هي اللي غتكون الفوق. غناخذ واحد الزلافه فيها الماء، غندير فيها يديا باش ما يلصقش ليا الروز في يدي. وغناخذوا الروز وغنبداو نسرحوه، وما نسرحوش حتى هنايا لان غادي نسدو باش يتسد لينا السوشي. كتشوفوا راه تيلصق. نوريكم بعدا الاولى كيفاش غنقادو الرز، ومن بعد غادي نبقاو باش نوريكم العمارات باش ما يجيش الفيديو طويل، ونحاولوا نبركوا عليه بيدينا باش يلصق. شوفوا الخويات تا هما نعمروهم، نعمروا كاع الخويات. تشوفوا صافي. اول حاجه غنبداو بها هو غنديروا الخيار مع السوريمي. غنديروا الخيار هنايا كتشوفوا، ونديروا طريفه ديال السوريمي هما. وبيان سور غندير واحد شويه شويه ديال المايونيز، ماشي بزاف، غير باش ما يجيوناش ناشفين. شويه دا اختياري، بغيتوش ديروا ما ديروش، ولا الجبن كريمي حتى هو تيجي زوين معاهم شويه. دابا غنحاول نسدها. وانا كنجمع بالحصيره كتشوفوا. ها هي غنزيد مازال نجمعها، نبرك عليها باش تسد ليا. كيف كتشوفوا ها هي الاولى غادي نقطعها. وباش غادي نقطعها غادي ندير واحد الفيلم اليمونتير غادي نديرو باش تقطع ليا نقيه. كتشوفوا كيف كتشوفوا درت فيلم اليمونتير. وغنجيب واحد الموس يكون ماضي، يعني الموس حتى هو كيعاوننا باش نقطعو مقادين. غادي نجي نحاول نجي النص كيف كتشوفوا، وغادي نقطعها هكا كيف كتشوفوا، ونعاود نقطعها على جوج هاد الطرف هذا وهذا، نعاود نقطعو عاود.
كما كتشوفوا. هذا تا هو كذلك نقطعو على النص ونعاود نقطعو. كيف كتشوفوا ما غنحركوهاش، غنعاود نجيب عاوتاني الحصيره ونعاود نقادها بحال هكا. كتشوفوا دابا هو تحيدت داك هذا. هانتوما ها هو السوشي ديالنا ساهل ماهل، يعني اللي بغى يصاوبو في الدار. كيف كتشوفوا دابا هذا معمر بالسومو، عفوا بالسوريمي وبالخيار. دابا غندوز باش ندير واحد اخر نعمرو ثاني بالافوكا والسوريمي تا هو كيجي زوين ونرجع لكم. بالنسبه لهذا انا راني عمرت درت ليه الروز، غندير يديه في شويه الماء باش ما يسقش لي الروز ونبرك عليه. كيف كتشوفوا راه تيلصق. هذا غادي نقلبو، هذه غادي تجي النوري لداخل، ورقه النوري لداخل، وغيجي الروز على برا، وغندير ليه السمو من الفوق. كيف كتشوفوا غندير طريفات ديال افوكا وندير معاهم طريفه ديال الخيار. كتشوفوا دابا غنحاول نجمعهم. دابا هذا الروز غيجي يجي على برا، وغندير فوق منه الثومه. كيف كتشوفوا ها هو الروز جا على برا. كيف كتشوفوا دابا غنشد طريفات ديال السومو، شوفوا دوك الصغيورين باش يجيو هكذا، يعني مولا نديرو الطرف هكا كبير. هانتي نشوف شي طريقه نقاد هكا. كتشوفوا غنزيد طرف اخر نحاول نقطعو. شوفوا نديرو هنا. نديرو هذا شويه رقيق عليه بلاتي. نحاول معاه بشويه بشويه تيتقاد لنا، تنحيدو نعاود نديرو. كتشوفوا حيت هذا غيجي واقف، ماشي بحال الاخر. الطرف هذا نديروه هنا باش ما يجيش عندنا الخويه. شوفوا نحاول نبرك عليه عاود باش يلصق. كيف كتشوفوا دابا غندير ليه نفس العمليه، غندير ليه الفيلم اليمونطير من الفوق باش يعاوني في التقطاع. نعاود نجمعو بالحصيره. وغنبدا نقطع فيه كيف قلنا، نبداو من النص نقسموها ديال جوج، وهادي نعاود نقسموها. نحاولوا ما نحركوش، نرجعوا الحصيره ونقادوه باش يرجع لنا الشكل ديالو. ومن بعد ها هو السوشي ديالنا
كيف كتشوفوا ديال السومو. هاد الجنيبات حتى هما هذا غنقادهم وحتى هما غادي نستعملهم. دابا غندير وحده اخرى بالروز عاوتاني كيف وريتكم دابا غنديرهم من الفوق باش نديرو فوق منها الكافيار. كيف كتشوفوا انا راه درت وحده اخرى بالروز، غادي نقلبها باش يجيني الروز الفوق. يدينا ديما تنسردوهم شويه بالماء، غير تنمسحوهم بالماء ماشي بزاف باش ما يلصقش لنا الروز. ولا درتو اللي قاد راه تيلصق فيهم الروز يعني، واخا هكاك الاحسن نخدمو مي بيدينا. كيف كتشوفوا راه كيلصق الروز. دابا غادي نديرو عاوتاني لافوكا. نديرو معها السوريمي. كنقولوا له هذا السوريمي تنقسمو على جوج لان باش ما يجينيش غليظ. شوفوا دابا نحاول نجمعها. كيف كتشوفوا ها هي. دابا غادي ندير ليها الكافيار. ندهنو من الفوق. انا غنستمر هكا، غندير هكا بالكافيار من الفوق ومن بعد غادي نرجع لكم. كيف كتشوفوا انا درت لها الكافيار غنحطها هنا وندير ليها حتى نفس الطريقه. غادي ندير لها فيلم اليمونطير وغادي نقطعها ومن بعد غنديرها عاوتاني بالكافيار نوار. ويعني كاين اشكال بزاف، انا غير كاقتراحات كنوريكم دابا وديروها باش ما بغيتو. تقدروا ديروا غير بهذا السوريمي والخيار والافوكا، يعني تقدروا ديروا غير بالخضره، ديروا بالخيار وبالافوكا يعني اللي عندكم. دابا غادي نسالي هذه ومن بعد غندير بالجنجلان هذا البيض والكحل، ندير وحيده ثاني غنكون موجده ديال الروز وغادي نمرمدها في الجنجلان. بالنسبه لهذه غندير لها الجنجلان بيض وكحل. كتشوفوا ديك البلايص اللي خاويه نزيد فيهم شويه ندرك عليها باش تشد كيف كتشوفوا وصافي. حتى هي غادي نقطعها. دابا غادي نكمل هذا الشيء اللي بقى ليا ومن بعد غنرجع لكم باش نوريكم كيفاش جا في طبق التقديم. كيف كتشوفوا هو السوشي ديالنا من بعد ملي كملناه. هذا ديال السومو، هذا ديال الكافيار الكحل، هذا بالسوريمي والافوكا والخيار، هذا بالكافيار الحمر، هذا تا هو بالسومو، هذا ديال الزنجلان اللي معمر بالسوريمي والخيار والافوكا. وما تنساوش ترافقوه بالوازابي وبشويه لاصوص صوجا. كنتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنساش تفعلوا الجرس وتدعموا القناه باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وشكرا على حسن المتابعه.